ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. مرحبا بكم سيداتي وسادتي عبر منصة STC TV في هذا المساء الجميل وهذه المباراة الكبيرة التي ستنطلق بعد لحظات هنا في القمة الأفرو آسيوية بين المنتخبين السعودي والمصري هنا في جدة استعدادا لكأس العالم، وبالتأكيد أنها مباراة في غاية الأهمية لكلا المنتخبين من أجل الوصول إلى أفضل درجة من الإعداد لكأس العالم في المشاركة القادمة للمنتخب المصري التي تحمل الرقم 4 بالنسبة للفراعنة، بينما المنتخب السعودي يخوض هذه المباراة أمام جماهيره هنا في ملعب الإنماء، وإن كان أيضا جماهير مصرية كبيرة تحضر لمساندة منتخب بلادها في هذه الأجواء الجميلة للغاية. نرحب بالجميع ونرجو أن نستمتع وإياكم بأحداث هذه المباراة الكبيرة التي تجمع بين المنتخبين السعودي والمصري استعدادا لكأس العالم. قائمة محاولة ابتداء في راس ساكن التغطية من الدفاع، تغطية وتدخل لمصلحة زيزو، طويلة أمامية خلف المدافعين لكنها أقرب بعد ذلك سهلار. الغنام يحاول الوصول إلى الكرة، خالد يحاول بكرة عرضية لكنها جاءت من زيزو، عدى زيزو في المرة الأولى، تمريرة جميلة خطيرة ومحاولة مرور كرة، يا إلهي هدف مصري أول عن طريق إسلام عيسى. إسلام يا عيني إسلام، كرة جميلة في الشباك بعد عمل رائع من جانب زيزو. سجل المنتخب المصري مبكرا قبل أن تكتمل الدقيقة الرابعة في أحداث هذه المباراة بعمل فردي رهيب جدا بمهارة عالية في وسط الميدان. تغيير اللعب أقصى الجهة اليمنى، زيزو في الانتظار، الكرة فيها تسلل. أحمد سيد زيزو كان متسلل في اللقطة الماضية، إياك أن تنسى تلك اللمسة الساحرة التي مهدت الواحد أمام محمد هاني. كرة سعودية مرة أخرى، تمريرة الرد، أيمن يحيى بتسديدة لكنها 7 مباريات سابقة بين المنتخبين. مرة أخرى تغطية وتدخل، وحكم اللقاء يشير إلى خطأ لمصلحة سعود عبد الحميد. خطير للغاية، محاولة من جانب مصعب الجوير، يلعب الكرة العرضية خطيرة لكنها مرت أمام سلمان الفرج لمصلحة الأخضر في هذه اللحظات. عرضية خطيرة لكنها كنو، محاولة إلى مصعب الجوير في مكان خطير، بينية للغنام لكنها أقرب. زيزو يحاول أن يمر، زيزو أمام تغطية، تمريرة إلى محمد هاني، عرضية بالراس خطيرة، والثاني للمنتخب المصري بروعة. الله ما أجمل اللقطة، روعة روعة روعة. هدف مصري ثاني بلمسة ساحرة، بكرة عرضية جميلة، باستقبال براسية من القائد تريزيجيه، سجل الهدف الثاني للفراعنة في هذه اللحظات بلقطة في منتهى الروعة. جماهير مصرية كبيرة تحضر في صعوبة على مستوى الاستحواذ والقدرة على إيجاد الحلول في وسط الجويري لأيمن يحيى في اليسار بكرة عرضية لكن الدفاع يتدخل، اللي يحاول أن يمر. الغنام مرة من الأول لكن الكرة العرضية خاطئة من الدفاع، تصل داخل منطقة الجزاء لكنها بعد ذلك تحولت في الأخير إلى رمية جانبية. طالب لاعب الأخضر بوجود لمسة يد في اللقطة الماضية. حكم المباراة عبد الله العتبة كان قريب من اللقطة. شوف كرة الغنام، سوء لمزيد من الفرص في هذه اللحظات. تمرير على الجهة اليمنى لكن التغطية من أدبار في المونديال مجموعة ليست سهلة، لكن ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على تقديم أداء رائع. تغطية وتدخل خطأ في اللقطة الماضية على كنو. بالسلامة إن شاء الله، أول إنذار في هذه المباراة. خطير الكرة باتجاه مصعب الجوير، بينية لكنها أقرب بعد ذلك إلى حارس المرمى مصطفى الشوبير. مروان كان يتحرك في اللقطة الماضية الصحفي لكن كرة مصعب سعود عبد الحميد، تمريرة الرد داخل منطقة خطيرة جدا لكن التغطية من الدفاع، وبعد ذلك الكرة خرجت إلى ضربة مرمى. خرجت إلى ضربة مرمى. حمدي فتحي أمام سعود عبد الحميد في اللقطة الماضية. من الخطير جدا زيزو يحاول ان يصل كرة زيزو لكن ايضا امام تغطية من داخل منطقة الجزاء، كرة باتجاه تريزيجيه لكنها بعد ذلك اقرب الى حارس المدينة في الجهة اليمنى. تحرك من جانب خالد الغنام، يبحث عن كرة عرضية الغنام لكن الدفاع يتدخل.
هذه اللمسة الجميلة خطيرة باتجاه زيزو. زيزو بكرة ولكن الدفاع يتدخل. الثالث لمصلحة المنتخب المصري. فشل الدفاع في بعض اللقطات، لكن حدثني عن اللمسة الرائعة من جانب إمام عاشور. دفاع يعاني كثيرا رونار في هذه المباراة. الثالث لمصلحة المنتخب المصري عن طريق زيزو ومرموش في اللقطة الماضية.